الزمالك على القمة بمنتهى الاستحقاقية. الزمالك يفوز على بيراميدز في قمة الدوري المصري في سيزن ولا أروع ولا أجمل على كل الأصعدة. ولكن أهمها بالنسبة لنا إن الزمالك قدر يعمل حاجة محدش كان يقدر يتوقعها. الفوز السابع على التوالي للزمالك مع كابتن معتمد جمال بعد بداية غير موفقة بالمرة للسيزن، بعد ظروف كتيرة أوي كانت كفيلة إن هي تهد أجدع فريق. ولكن الزمالك بلعيبته بجهازه وقبلهم وقبل أي حد جماهيره قدر إن هو ينفرد بالقمة لأول مرة السنة دي. السنة دي اللي كان الزمالك فيها محدش يتوقع فيها بأي شكل من الأشكال إن هو ينافس، وما زلنا لغاية دلوقتي مش بنتكلم في فكرة المنافسة، بنتكلم إن إحنا بس وصلنا على بعد 8 مباريات من نهاية الدوري بعد احتدام المنافسة مع بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا. يمكن ده بقى بعيد شوية، ولكن مع بداية المباراة النهاردة كان في منظر في الجدول ما شفناهوش قبل كده، ان الزمالك وبيراميدز والاهلي 37 نقطة. يمكن الاهلي لاعب مباراة زيادة، فمباراة النهاردة كانت مباراة مصيرية. لسه في ماتشات تانية كتير، لسه في ست مباريات جحيم في المرحلة النهائية. ولكن مباراة زي دي في الوقت ده بالذات انك تديلك فارق الثلاث نقط عن المنافسين بتوعك، دي حاجة محدش كان يحلم بيها. الزمالك النهارده مش بس كسب، كان ممكن يكسب بأجلي فوتبول، بكورة قبيحة، باستسلام دفاعي. لكن احنا النهارده شفنا كابتن معتمد جمال بيقدم أقوى مبارياته التكتيكية من يوم ما مسك الزمالك. تحدى المنطق بكل شكل. شفنا تقسيم للمباراة، شفنا شوط أول بشكل معين، شفنا شوط تاني بشكل مختلف تماما. شفنا ان لعيبة بيراميدز للغرابة يعني مع السكواد الرهيب بتاع بيراميدز اللي كان اي حد يبص عليه قبل المباراة يعني يحس ان هو فيلم رعب ومفيش اي توازن في مستوى القوة بين الفريقين كأسامي. ولكن لعيبة بيراميدز هي اللي كانت متوترة. مع بداية المباراة الزمالك ضغط وناصر منسي عمل شغله اللي احنا خلاص بقى ده العادي دلوقتي خلاص، يعني ان ناصر بيضغط على الدفاع وياخد الكرة ويخلق فرص للتهديف. ولكن حتى لما بيراميدز هو اللي كان يعتبر هو المسيطر على الشوط الاول، شفنا ان هو اللي مهزوز. لعيبه بيراميدز هي اللي كانت مهزوزه، مع ان هي كانت بتخلق فرص وكان في ضغط شديد جدا على فريق الزمالك، ولكن لم يؤدي الى خطوره واضحه على المرمى. الزمالك النهارده بدأ الشوط الاولاني تقريبا بيلعب بخطه 4-1 4-1 او 4-5-1 ايا كان هنسميها ازاي. خط الدفاع بتاعه اسماعيل وحسام حسام عبد المجيد، وعلى يمينه محمد ابراهيم وعلى شماله بنتايج، وده كان الشيء المتوقع. خط النص هو اللي كان مفاجئ الى حد ما النهارده، ان احنا بنلعب بشحاته وقدامه عبد الله السعيد ومحمد السيد، وعلى شمالهم فتوح وعلى يمينهم بيزيرا، وقدامهم راس حربة وحيد ناصر منسي. الشوط الاول في مجمله لو هنتفرج عليه كاستحواذ، طبعا بيراميدز هو اللي كان معاه الاستحواذ بنسبه كبيره جدا. ولكن انا في ظني ان هو كابتن معتمد يعني حاول يمتص الضغط اللي بيراميدز ده نازل بيه المباراة، ويحاول يأخر فكرة ان بيراميدز يقدر يجيب هدف او ان هو يمثل خطورة، لان هو ده اللي هيخليه يفتح خطوطه بشكل اكبر. بيراميدز في البداية اكيد هيبقى محترم الزمالك ومحترم نتائج الزمالك ومحترم المستوى اللي وصل له الفريق في المرحلة دي، وخصوصا ان هو دي مباراة منافسة على اللقب. ولكن هو فعلا اقوى، وبالتالي كان لازم الزمالك يقفل. القهقرة لورا بشكل متزايد في بعض الاوقات في الشوط ده حطت الزمالك في ضغط، ولكن شفنا التزام شديد جدا من جميع اللعيبه. ما شفناش بنتايج لوحده، شفنا على طول معاه فتوح وبيميل عليهم محمد السيد. ما شفناش محمد ابراهيم لوحده، كان بيرجع معاه بيتزيرا وبيرجع معاه عبد الله السعيد. وكان الترحيل بتاع المساكين في الخط الخلفي مع ميل الهجمة ناحية جنب من الجنبين كان 10/10. بعض الأخطاء البسيطة وارد إن هي تحصل، ولكن على الجانب الآخر الزمالك كان أخطر. الزمالك هو اللي راح بفرص خطر. هو يعني يمكن أخطرهم كورة بيتزيرا اللي يعني مش عارف النهارده ألوم على بيتزيرا، ما أقدرش أتكلم، ما أقدرش أفتح بقي معاه.
الراجل عمل كل حاجه في الكوره، شد الفريق في كل اوقات المباراه، حافظ على الكوره في اوقات مهمه جدا، خرج بالكوره من الدفاع بشكل مهم جدا وبشكل ناجح جدا. يمكن هو قدام الجون قراراته يعني فيها بعض الرعونه، ولكن في الاخر المحصله النهائيه ان هو كان النهارده مفيد جدا للزمالك تكتيكيا وبدنيا وفي الحفاظ على الكوره وفي نقل الهجمه وفي سرعه نقل الهجمه. كان الموضوع شكله حلو جدا. ناصر منسي جاله كورتين، انا اتمنى ان هو يكون ضيعهم بالشكل اللي هم ضيعهم بيه ده عشان ما يبوظوش الشغل العظيم اللي هو عمله والمجهود اللي هو عمله، لان هو كان عارف ان واحده منهم اوفسايد والتانيه منهم كانت فاول. الشوط التاني شفنا التغيير التاني، مفاجأة. تاني كابتن معتمد عمل حاجة عكس اللي احنا ممكن نبقى حابينها وأثبتت نجاحها. كابتن معتمد راهن في الشوط التاني إن بيراميدز هيبدأ يضغط بشكل أكبر، والعامل التوتر عنده هيبدأ يزيد عشان عايز يحسم المباراة. فراح ساحب محمد السيد، وكفاية بقى نلعب 4-1 4-1، تعالوا يلا نرجعها تاني 4-3-3 بشحاتة نمرة 6، والتمانيات تكون عبد الله وفتوح، وشيكو بانزا ياخد الجنب الشمال وبيتزيرا في مكانه وناصر راس حربة. ليه هو عمل كده؟ اللي شفناه ان هو مع الضغط العالي اللي بيعمله بيراميدز ومع تقدم الشيبي باستمرار، التحولات بقت هي كلمة السر. اللي شفناه من شيكو بانزا النهارده يخلينا نسامحه شويه عن الحاجات اللي عملها في الماتشات اللي فاتت، وحتى عن بعض الرعونه او اللامبالاه اللي حصلت منه النهارده، سواء في فاول على محمد الشيبي، سواء في الكره الاخيره اللي المفروض انك خلاص بقى اقتل الماتش. هو مش هطلب منه يفكر، هو الراجل دي قدراته الذهنيه، ما اقدرش اطلب منه يفكر اكتر من كده. ولكن احنا شفنا ان هو بسرعته في التحولات نقل الفريق اكتر من مره، وشفنا كور في منتهى الخطورة. أهمها بالنسبة لي كرة فتوح اللي هي ناتجة عن الضغط والتحول السريع اللي رحنا بيه. وفتوح فنش الكورة بشكل مش أحسن حاجة، لأنك لما يكون عندك حارس مرمى زي أحمد الشناوي، بطول أحمد الشناوي بالخروج اللي هو كان خارجهولك وأنت راجل أشول وجاي من الحتة دي، أنت بمنتهى السهولة ببطن رجلك على الأرض في الدقيقة هي جون، قصة انتهت، مش هيلحق ينزل لها. وشفنا واحدة من أجمل الهجمات بتاعة الفن والهندسة اللي كان فيها تدوير لكورة بين فتوح وعبد الله ومحمد ابراهيم وبيتزيرا، وضم عليهم شحاتة، وفي الاخر اتلعبت لبيتزيرا في قلب ال 18 ورقص وشاطها والشناوي شالها برضو. دي الحاجات اللي جمهور الزمالك بيحبها. الزمالك ما يعني جمهوره ما بيحبش يكسب مباراة لان هي اسمه كسب وخلاص. ده الاداء اللي جمهور الزمالك هيفضل يحارب عشان يشوفه. واتمنى انه يكون الاداء ده اللي شفناه النهارده ما يكونش ان خلاص ده البيك وتبدا اللعيبه تفك، لا، انت لازم تبني عليه. اللي شفناه النهارده ده لازم يتبني عليه. اللي شفناه النهارده ده لازم يتعمل قصاد اي فريق هيهاجمك او اي فريق موازين القوه فيه متساويه معاك، غير الفرق اللي هتبقى بتدافع وبتركن للدفاع بشكل اكبر. الكوره بتاعت الهدف، كوره الهدف بتاعت ناصر منسي هي كوره ميته. يعني هو كرة بتفكرني شوية بكرة محمد زيدان في نهائي كأس الأمم قصاد الكاميرون. هي كرة منتهية تماما، إن هو يفتح عليها السبرنت ده في ظهر أحمد سامي اللي عمره ما هو حد هيتوقع إنه يعمل باس بالسوق ده. ولكن لما يعمل الباس وهو فاتح السبرنت قدر إن هو يسبق أحمد الشناوي عشان يزق الكرة في اللحظة اللي الشناوي هيشيل فيها الكرة عشان تتحسب ضربة جزاء. ضربة جزاء مستحقة مليون في المية، مفيش أي جدال إن هي ضربة جزاء صحيحة. ويدخل حسام عبد المجيد يجيب الجون بمعلمة كبيرة جدا، بفينش بصراحة هايل من حسام. آه، الماتش ده ما اسمهوش الزمالك كسب بضربة جزاء، معلش، عشان هو هيبقى في ناس هتقول ده كسبانين بضربة جزاء. لا، ده ما اسمهوش كسبان بضربة جزاء، اسمها انا ضيعت فوز تاريخي ممكن ما يتكررش تاني على بيراميدز. النهارده عدالة الماتش ده يخلص 4 أو 5. ليه 4 و5؟ أنا عندي انفرادين صراح لبيتزيرا بتاعت الشوط الأولاني وبتاعت الشوط التاني اللي هي كانت كورنر واتعمل تحول سريع برضو وراح وحطها. المرة دي كان حطها حلو الصراحة، ولكن أحمد الشناوي تألق فيها. وعندنا كورة أحمد فتوح، وعندنا كورة بيتزيرا الشوطة، وعندنا كورة محمد شحاتة في العارضة.
بتتكلم في 4 5 اهداف محققه، يعني دي مش فرص عاديه، يعني مش فرص نقدر نقول ان هي كان فيها كده او كده. مباراه في منتهى الجمال من جميع اللاعبين، على رأسهم محمد صبحي مفاجأة المباراة النهاردة، اللي بتقول برضو ان كابتن معتمر بيشتغل على التفاصيل. مباراة زي دي لما هيكون الفريق مضغوط بالمنظر ده محتاج حارس مرمى يكون بيلعب برجله بشكل اكبر، عنده القدرة ان هو يطلعني من تحت الضغط، توجيه كراته الطولية قوي وموجه بشكل دقيق. الاختيار النهارده كان موفق، وصبحي للأمانة عمل مباراة هايلة وخلص كور كتير جدا من فوق كانت ممكن تعمل مشاكل كبيرة للزمالك. الاثنين المساكين النهارده محمد اسماعيل وحسام حسام عبد المجيد، انا مصر ان هو حسام عبد المنعم مش عارف ليه. حسام عبد المجيد النهارده هو اسماعيل 10 على 10، ولا غلطه، ولا غلطه دفاعيه، ولا غلطه في التحضير، ولا غلطه في اي حاجه. تكمله في ظهر لعيبه خط النص عشان يستبقوا التمريرات الخطره بتاعت بيراميدز. 10 على 10. محمود بنتايج ومحمد ابراهيم على قد الضغط الهستيري اللي كان دايما بيتعمل على الاجناب، انا شايف ان هم عملوا مباراه مقبوله جدا وكويسه جدا، وخصوصا محمد ابراهيم ما اقدرش اطلب منه اكتر من اللي هو بيعمله. خط النص محمد شحاته اسطى، خلاص يعني انا بالنسبه لي محمد شحاته حاجه لا غنى عنها، لا غنى عنها كشخصيه، لا غنى عنها كمجهود، لا غنى عنها ككوره. القصه مش خناقه، يعني محمد شحاته بياخد المكان ده لحته احنا كان نفسنا فيها، ان يكون الهاف ديفندر اللي بيلعب يكون لعيب كوره. فتوح رايق، فتوح اكتشاف في المكان ده. ومش عايزين ننسى اللي ليه الفضل في الاكتشاف ده، اسوريو، اللي اتهاجم كتير جدا على ان فتوح بيلعب في المكان ده. لا، فتوح في المكان ده مهم جدا بالنسبه لي. اللي فتوح بيعمله والنضج اللي هو بقى فيه في المكان ده حاجه يرفع عليها القبعه. عبد الله السعيد يمكن النهارده دي مش اقوى مباريات عبد الله السعيد، ولكن شخصيه عبد الله وتواجده في الملعب كانت حاجه مهمه جدا اكيد للفريق النهارده. محمد السيد مش هقدر ان انا يعني اقيمه بشكل كبير، لان هو ما لعبش اللعب بتاعه او الدور اللي هو المتعود عليه في الشوط الاول وخرج. آه شيكو بنزا تعتبر احسن مبارياته، من ناحيه ان مفيش نمر، يعني ما عملش حاجه النهارده، مفيش لقطه النهارده يعني. يمكن اللقطه الوحيده بالنسبه لي ان هو الكوره اللي بدل ما اضيع وقت في الاخر اداها لعدي، وعدي لعبها بطريقه هو ما اتبسطش منها، فهو ساب بقى الهجمه وساب الناس اللي راجعه علينا وواقف عمال يشوح ويتنطط في مكانه. فهو يعني ربنا يعينه على اللي هو فيه يعني. بيتزيرا نجم المباراه بلا منازع، على المجهود اللي عمله. بيتزيرا مش بتاع لقطه، بيتزيرا لعيب لاتيني زي ما الكتاب بيقول. بيتزيرا عندنا تحفظات على الفينش بتاعه، ولكن هي القصه مش فينش بس، اللعيب ده عمل لي كل حاجه النهارده، دفاعيا وهجوميا، احتفاظ بالكوره، خروج بالكوره، باسنج، بيتقل عشان الفرقه تتنقل في التحولات بشكل كويس. يستحق ان هو يعني كريم حافظ كان ياخد كارت احمر على التاكل اللي هو عمله عليه في الشوط الثاني، وكان رايح تقريبا هدف مؤكد 3-1. فبيتزيرا شابو. ناصر منسي انا تعبت، والله انا تعبت. اي حاجه في الدنيا غير ان ناصر منسي يكون مهاجم مصر في كاس العالم من الدوري مع مصطفى محمد طبعا، دي حاجه هتكون يعني من كوارث كره القدم. يعني احنا ممكن في ناس بتقول ما يعجبهاش ناصر ان هو مش حاجه يعني اسطوريه، وهنقارنه بعماد متعب وعمرو زكي وزيدان وميدو. جماعه، على اللي عندنا في الدوري، على كواليتي اللعيبه المصريين اللي موجود، لا احد يقارن بناصر منسي، من ناحيه الفينشنج، من ناحيه المجهود، من ناحيه السرعه، من ناحيه الضغط، من ناحيه الاسيستات، من ناحيه المحطه، الكلمه اللي احنا بقت جميله جدا معانا بقى لنا 15 سنه ان المهاجم يبقى محطه. هو بيعمل كل ده ومحدش بيعمله زيه، لغايه بقى لما حد يعمله زيه مفيش حد يستحق يكون موجود في المنتخب اكتر من ناصر منسي. عدي ما لحقش يلعب كتير، ولكن طبعا كان في فرق في الضغط وفي السرعه وفي الاداء بين ناصر وبين عدي. احمد ربيع نزل عمل نص ساعه هايله جدا. آه، انا شايف ان احمد ربيع صفقه ناجحه، واحده واحده يكتسب ثقه وهو بيبني على اللي حصل في الماتش اللي فات. تقريبا ما شفناش منه غلطات. لعيبه الزمالك النهارده كلها 10 على 10. شكرا لكل اللعيبه.
شكرا لكابتن معتمد اللي ورانا ان الزمالك ينفع يلعب كوره، ورانا ان في حاجه اسمها تاكتكس، ورانا ان في حاجه اسمها تقسيم مباراه، ورانا ان في حاجه اسمها اقدر اعمل شيفت في المراكز بين اللعيبه بما يخدم الفريق. وفوق كل ده شكرا للجماهير. والله العظيم ما في زي جمهور الزمالك. اللي جمهور الزمالك بيعمله ده حاجه تدرس. واظن ان يعني الزمالك لو هيتحسد على حاجه واحده هي الجمهور، مفيش حاجه تانية يتحسد عليها الصراحه، يعني مفيش. مبروك للزمالك، مبروك تصدر الدوري الحقيقي مش بفرق الاهداف. ولكن الزمالك داخل على مباراتين في منتهى الاهميه ولا يقل اهميه عن مباراه النهارده. الاتحاد اللي فايق، انبي الصعب جدا. الاحتفالات تحصل النهارده وتخلص النهارده، ومن بكره شغل للي جاي، عشان ماتش بماتشه الزمالك ان شاء الله يعمل. مش هقولها، انا مش هتكلم في الموضوع ده. ماتش بماتشه. مبروك للزمالك اول الدوري.